ما تيجوا نعمل حلا سريع وسهل جدا، وبجد مش هتتوقعوا انه هيطلع بالحلاوة دي. سينامون رول هنعمله بطريقة سهلة بدون عجن بدون خميرة، وهيطلع معاكي تحفة واحلى من اللي بنعمله بالعجينة بكتير. بجد هتعشقوا الوصفة دي من كتر حلاوتها والسهولة اللي هتعملوها بيها. بجد مش هتتوقعوا طعمها الرهيب، وهتطلع ازاي كده حلوة جدا وسهلة وبسيطة. يلا نشوف الطريقة. بس لأول مرة تشوفوني أنا هند سليم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. نقول بسم الله. أول حاجة هنا معايا العيش الفينو. العيش الفينو بقى البايت اللي عندك طلعيه واعملي بقى بيه احلى وصفة هنعملها النهاردة. وصفة سهلة وبسيطة وبجد مش هتاخد مننا اي وقت. ده عيش كده كان بايت عندي في التلاجة يعني كام يوم، ونشف بقى مني كده. لو ما نشفش بقى معاكي، لو لسه طري يعني ممكن تدخليه الميكروويف او ان انت تنشفيه في الفرن شوية، وبعد كده تطلعيه هيتقطع معاكي بمنتهى السهولة. شايفين بيتقطع كده حلقات بطريقة سهلة وبسيطة. هنقطع بقى الكمية اللي معانا دي كلها كده، يعني بكام رغيف فينو كده هنعمل حلا سهل وسريع وطعمه تحفة. لو جالك ضيف في اي وقت هتعمليها بكل سهولة. هنخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. شايفين كده خلاص. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا وندهنه كده زبدة او سمنة زي ما تحبوا. ادهني الجوانب بقى كويس جدا بالشكل الجميل ده، ونبتدي بقى ايه نحط العيش بتاعنا. انا هنا كان عندي شوية توست، يعني الاحراف بتاع التوست كان فايضين كده. انا بستعمل التوست اللي هو اللي جوه واشيل بقى الاطراف بتاعته دي، فكنت بحتفظ بيها. برضو نفعتني قوي في الوصفة دي. ففردتهم كده على القالب بتاعي، وابتديت ان انا احط حلقات العيش اللي انا قطعتها بالشكل الحلو ده. رتبيهم بقى بالطريقة المنسقة دي واحدة واحدة. برتبه كده بالراحة يعني عشان يديني كده الشكل النهائي، يبقى شكله كده مرتب وطالع بقى تحفة. يعني ولا هنعمل بقى نعجن ولا هنعمل رول ولا اي حاجة، يعني هنعمل الشكل الجميل ده وهيطلع تحفة. بعد ما رتبناه كده بالشكل الحلو ده هركنه بقى على جنب، وهجيب بولة كده ونبتدي بقى نعمل الخليط اللي هنضيفه على العيش. عندي كوباية ونص من الحليب. الحليب هنا دافي شوية. هضيف عليه نص كوباية من الزبدة. الزبدة سايحة بالشكل ده. لازم الزبدة اللي هنستخدمها تبقى سايحة كده مع الحليب علشان اقدر ان انا افردها على خليط العيش. جبت كمان بيضتين وهبتدي ان انا اقلبهم كده كويس. ممكن تضيفيهم زي ما هما وبعد كده نقلب الخليط مع بعضه. هنضيفهم هما كمان، وبعد كده هجيب معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقتين كبار من القرفة. انا بحب ازود القرفة شوية، يعني اللي يعني ما بيحبش القرفة كتير ما يزودش. هنا معلقتين كبار من السكر، واقلبهم بقى وادوب كده السكر والقرفة كده مع الحليب والزبدة لحد ما يتجانس معايا بالشكل ده. نبتدي بقى نجيب الطاجن بتاعنا اللي احنا رصينا فيه العيش، وهنبتدي نوزع الخليط على العيش بالشكل الحلو ده لحد ما نحس خلاص ان العيش كله اتشرب من الخليط. هنا بقى انا مولعه الفرن عندي ومسخناه، وهدخله بقى الفرن كده يعني ربع ساعه بالظبط عقبال ما اعمل الخليط اللي هنحطه على الوش. هنا نص كوبايه من الحليب البودره، نص كوبايه من السكر البودره، وعليهم كوبايه كامله من الكريم شانتيه، ونص كوبايه من الميه السخنه. متقلقوش خالص الخليط دوت يعني هيتماسك معايا بعد كده. هخلطه بقى كويس جدا. اخلطيه بقى في الخلاط، اخلطيه زي ما انا عملته كده بالهاند بلندر. برضو نص كوباية كده من الجبنة الكريمي او 200 جرام زي ما تحبوا، ومعلقة كبيرة من الزبدة. اخلط بقى المكونات كويس قوي بالشكل ده لحد ما القوام عندي كله بقى يتجانس مع بعضه بالشكل الجميل ده. هدخله بقى التلاجة يعني يقعد شوية كده حلوين لحد ما عندي هنا الطاجن طلع من الفرن يبرد بقى شوية، ما نحطش الخليط والطاجن سخن. هنا بقى ارمش معايا من فوق كده ولسه طري من تحت، فهيطلع تحفة.
بعد بقى ما الخليط كده قعد شوية كده في التلاجة، ابتديت ان انا بقى اوزعه، والخليط التاني اللي هو العيش بقى عندي برد، فالاتنين كده باردين، فهضيفهم بقى كده بالشكل ده. واجيب بقى شوكليت او نوتيلا او زي ما تحبوا، وزعه كده بالشكل ده عليها. بجد خطيرة، والريحة بقى يعني قلبت البيت، ريحة القرفة طبعا يعني خطيرة، طعمها تحفة. انا من عشاق القرفة وبحبها جدا. فالسينابون سهل وسريع، وعملناه كده بكل سهولة، حاجة كده ما خدتش مننا اي وقت. مش قادرة اقول لكم على الجمال والطعامة اللي طلعت فيها الحلويات الجميلة دي. يعني شايفين اصلا هي بصوا من بره كده مقرمشة، ومن جوه طرية جدا، حاجة يعني متغرقة كده بالصوص والحليب، فطعمها تحفة. دي بقى في الشتاء كده هتنفع معانا، ومن الاخر يعني هتجيب من الاخر، طعمها حلو جدا. نبتدي بقى نطلعها كده، نجيب الطبق ونحطها بقى فيها كده. الجمال يعني ما يتوصفش، غير بقى طعمها رهيب. فهيفوتكوا كتير بجد لو مجربتوش الوصفة الحلوة دي، سهلة وبسيطة وطعمها كده مميز جدا. مش هتفرقوها عن سينابون اللي احنا بنعمله بالعجينة، غلبة وعجن وخميرة، وبنستنى بقى، وبعدين مش هيطلع كمان بالكفاءة اللي انتوا يعني متوقعينها، من ان ممكن العجينة معاكم ما تختمرش، ممكن العجينة تفشل معاكم. دي بقى حاجة كده سريعة للمبتدئين، بجد هتطلع معاهم تحفة وسهلة جدا. جربوها بجد ومش هتندموا، طريقة سهلة وبسيطة ومفيش ابسط من كده، بجد حلوة جدا، غير طعمها بقى الرهيب تجنن. يلا جربوها، مستنية رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير في وصفات احلى واحلى. باي باي.